السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي صحة وفي سعادة. واهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا في فيديو جديد. الشعب المغربي يا جماعة من الشعوب اللي قدرت تشكل حالة عظيمة جدا من التوازن في علاقتها مع الدول العربية على مستوى الحكومات، وحالة فريدة من نوعها في الدعم الإنساني المستمر على مستوى الشعوب، وكمان دايما رمز للتضامن العربي باكتساح القلوب ومواقفها الراسخة بكل قوة، وتعتبر منارة للعرب في كل مكان. وكمان دايما حريصين على ترابط الشعوب ببعضها وتلاحم العلاقات بالتآخي والود والمحبة. وكتير جدا بنشوف الجاليات العربية أثناء زيارتهم للمغرب قد إيه بيكونوا سعداء ومبسوطين جدا من الزيارة دي ومن كرم وشهامة المغاربة معاهم. ودي طبعا من أهم وسائل الدعم الإنساني بين الشعوب زي ما هنشوف وهنسمع مع بعض في فيديو النهارده. لكن يا جماعة ما ننساش رجاء من حضراتكم لو أول مرة تشوفوني تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وكمان تدعموني باللايك للفيديو. اتفضلوا معايا نتابع الفيديو. فرحانين بزاف في وسط المغرب. هيدا كنا كنتوقعوا حيت دائما المغرب جايب لنا العز. كيعرفوا يلعبوا ما شاء الله، والدنيا الكاتوره غادي يبقاو دائما باغمي لي بروميير. بور سيت فيكتور الله يكمل بالخير وان شاء الله سي جوست. هذه من احسن جمهور صراحه. كنشكروا لعابه بالدم لعبوا بالدم، وكنشكركم بزاف. فرحتونا، الله يفرحكم كنبغيوكم بزاف واحسن فرقه وسكتيوي. راه شنو عارف، احنا فرحانين بزاف بهذا الفوز ديال المغرب ضد الاردن. جينا من مانشستر باش نشاهدوا هذه المباراه ونشاهدوا مباريات كاس افريقيا. حنا فرحانين بزاف انا وولدي سامي. يس ومبروك علينا، وديما مغرب ديما مغرب ديما المغرب. والله ينصر سيدنا وعز المغاربه كامله من طنجه لكويره. والف مبروك لمنتخبنا المغربي. المغرب والمغرب وديما المغرب وديما المغرب ومنتخب المغربي يلعب مزيان. التوب والتوب التوب 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 التوب، وتحيه المغرب والكاس ها هو. يعني زي ما قلت كده يا جماعة الشعب المغربي رمز كده للتضامن العربي. مفيش كلام يا جماعة بعد الفيديو الجميل اللي سمعناه مع بعض. يعني بجد أنا بحب جدا الفيديوهات يا جماعة اللي بتقرب الشعوب من بعضها، اللي بتجعلنا كلنا نحب بعض. لأن طبعا لما نشوف حد زار أي دولة عربية ورجع بلده ونقل صورة طيبة أو اتكلم كلمة كويسة عن المعاملة اللي شافها هناك، سواء كرم سواء طبعا ترحاب سواء كرم ضيافة حسن استقبال، بيطلع يتكلم الكلام ده يا جماعة. بجد بيكون في كده تعزيز علاقات بين الشعوب، بيكون في تآخي ونحس كده الناس كلها قلوبها على قلوب بعض. وكذلك طبعا لما هو يجي بلده، يعني مثلا لو واحد مغربي، خلينا مثلا احنا بنتكلم عن واحد مصري راح المغرب نقل صورة طيبة عن الشعب المغربي، كذلك المغربي لما يجي مصر هينقل الصورة الطيبة دي، لأنه يا جماعة هيتعامل بنفس المعاملة اللي هو عاملها للشخص المصري ده لما راح المغرب. فدي بيبقى فيه تبادل علاقات كده بين الشعوب العربية. وفعلا يا جماعة المغرب أو الشعب المغربي غني عن التعريف، شعب كده عظيم جدا. يعني شعب الفطرة زي ما بنقول، صعب وصفه، صعب ان احنا نوصف اخلاقه، لان اخلاقه يا جماعة هي اللي بتوصفه فعلا وبتتكلم عنه في كل مكان، زي ما بنسمع دايما عنهم كل خير. واتمنى من الله ان ربنا يدوم المحبه والاخوه بين كل البلدان العربيه والاسلاميه ويرجعوا زي الاول واحسن، اللهم امين يا رب العالمين. هستنى اراكم في الكومنتات. اسيبكم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه. سلام.